في مدينة لا تعرف الرحمة خلال فصول الشتاء، جاءت ليلة غيرت كل شيء. مدينة آسفي، وهي واحدة من المدن المغربية، مشهورة ببطولة سكانها وصعوبة أجوائها الشتوية. الشوارع ضيقة والبيوت متقاربة، والناس تعود على مواجهة البرد وقلة الموارد. وهنا تبدأ الحكاية. يدعى سعيد، شاب في أوائل الثلاثينات من عمره من آسفي، يشغل منصب حارس ليلي في مستودع صغير، وراتبه ضئيل، لكنه كان سعيدا بعمله. يعيش مع والدته المريضة في منزل قديم، سقفه متصدع، لكنه كان المكان الوحيد الذي يملكونه. حلم سعيد كان بسيطا: شتاء يسير من دون مرض أو هموم مالية. في شتاء عام 2025 تعرضت آسفي لموجة برد شديدة وأمطار متواصلة. كانت الرياح عاتية والبرد يتغلغل في العظام. في إحدى الليالي زادت حدة الأمطار بشكل غير طبيعي، وبدأت المياه تتسرب من سقف المنزل. حاول سعيد جاهدا جمع الأواني وسد الثقوب، لكن الأمور خرجت عن السيطرة. مع منتصف الليل دوى صوت قوي: انهيار جزء من السقف. كانت والدته نائمة والجو شديد البرودة. حملها سعيد بسرعة وخرج بها إلى الشارع تحت المطر بلا معطف ولا مأوى. تجمع الجيران، البعض قدم المساعدة والآخرون وقفوا عاجزين. كانت ليلة طويلة وباردة مليئة بالخوف. تم نقل الأم إلى المستشفى بسبب انخفاض حاد في درجة حرارتها، بينما ظل سعيد في الخارج يرتعش، لا بسبب البرد وحده، بل بسبب الخوف من المستقبل. في تلك اللحظة أدرك أن الشتاء لم يأخذ منه بيتا فقط، وإنما أيضا شعور الأمان. مرت أيام صعبة. عاش سعيد مع والدته عند أحد الأقارب، بلا منزل، بلا مال لإصلاح السقف، وقلبه مثقل بالهموم. لكنه لم ييأس. بدأ يعمل في وظائف مؤقتة خلال النهار، واستمر في عمله كحارس ليلي يجمع القليل من هنا وهناك. بعد عدة أسابيع وبمساعدة بعض المحسنين تم ترميم المنزل بشكل بسيط. لم يعد كما كان، لكنه أصبح آمنا. تحسنت حالتها الأم، وتعلم سعيد درسا عميقا لن ينساه. قال يوما: الشتاء صعب، لكن الصعوبة الحقيقية تكمن في اليأس. هذه هي قصة من آسفي، قد لا تجد مكانها في الأخبار، لكنها تتكرر كل شتاء. قصة تعلمنا أن أبسط الأشياء، سقف، دفء وأمان، قادرة على أن تكون أغلى من كل الأحلام، وأن الصبر في الأوقات الصعبة يعد قوة لا يشاهدها إلا من عاشها.